بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناتي حياتي بتتغير، أهلا وسهلا بكم. الفيديو النهاردة هنقدمه عن الروتين اليومي في التنظيف وعمل الأكل وإعادة تدوير وحاجات كتير هنعملها سوا في الفيديو النهاردة. أتمنى أن الفيديو يعجب حضراتكم ويعني نتواصل مع بعضينا، لأن أنا بحس أن أنا مقصرة في حق القناة، وبعمل فيديوهات كل فترة طويلة، فأتمنى أن الفيديو يحوز على رضاكم. أول حاجة قعدت نظفت الأوض ورتبت السراير، وبعد كده دخلت على المطبخ. ابتديت هعمل الأكل. أول حاجة عملت رز، والرز الأول بحط مادة دهنية، بحط سمنة ومعاه شوية زيت، وبعدين بعد ما يسخنوا شوية بضيف الرز واسيب شوية يتحمروا، واحط عليهم فلفل اسود وملح. وفي شوربة فراخ، شوربة بالفراخ بعملها على النار، وحط لها طماطم وبصل وفلفل حامي، وبحط عليها البهارات وفلفل اسود وملح. وبعمل مع الاكل دايما بحب اعمل ملوخية ناشفة، لان سهلة وسريعة وبتنجز. يعني انا ما بشتغل برجع بسرعة وابتدي اعمل الاكل السريع. ما ب... يعني الاكلات الصعبة دي بشيلها الايام الاجازات، لان ما عنديش وقت. الملوخية قدحت لها القدحة بعد ما عملتها، وهحطها. وانا دايما اعمل التوم قبل ما احطه على النار ب10 دقايق علشان تكمل الفايدة فيه، لان يقولك لازم قبل ما يتعرض للنار يتجزأ او يتهرس قبلها ب10 دقايق. الغسالة بتاعت الاطباق حطيت فيها المواعين وهتبتدي تشتغل. يعني بتساعد طبعا في الشتاء بالذات، لان الواحد ما بيبقاش عنده وقت. وغير كده المية الساقعة بتأثر على الإيدين، فبتنفع في الشتاء بالذات. النهاردة هعيد تدوير إزازة من أزاز الحاجة الساقعة البلاستيك، وهعمل بيها فكرة جديدة تنفع الولاد الصغيرين، ويقدروا يعني يحبوا يعملوا بيها شكل من الأشكال يستفيدوا بيه. انا فكرت ان انا اعملها عبارة عن حصالة للولاد يحطوا فيها المصروف او يحوشوا فيها. ويعني قطعتها الاول، وابتديت بعد كده جزئين، والجزء الصغير ده فكرت ان انا هدخله تاني في الجزء اللي قطعته، بحيث ان هو الازازة تنزل شوية، وهاخد جزء واقطعه من الجنب علشان ينفع يتحط فيه الكوينز او الفلوس اللي هتتحط، بحيث الولاد يحوشوا فيها. لان بتهيألي ان الفتحة دي ما تقضيش ان يتحط فيها جنيه او الحاجات اللي هي المعدنية. فانا بعد ما قصيتها جبت فردة شراب وحطيتها في الجزء الاسفل ده، والجزء اللي فوق هثبته ببلاستر، وابتدي ان انا اقفله كله بالبلاستر، واسيب فتحة بس علشان تدخل منها الفلوس. طبعا ممكن ازازة الحاجة الساقعة تتدور وتتعمل حاجات كتيرة جدا، بس هي فكرة ان انا اعملها حصالة، لان انا عندي فكرة ان الواحد اللي عايز يحوش فلوس يعني يخليها لفترة طويلة، ومش عايز حاجة يعني ما يفتحهاش ولا يستخدم الفلوس في اي حاجة. ممكن هو يحطها في حاجة زي كده ويقفلها بالبلاستر، بحيث ان ايده ما تطولش عليها ويبتدي يضيعها. وفكرة ان احنا نعلم الولاد الصغيرين انهم يحافظوا على الفلوس، ويعرفوا قيمتها على الأقل، ويعرفوا عددها، ويعرفوا ان لما يوفروا الفلوس ممكن يستفيدوا بيها ويعملوا بيها حاجات ما كانش ممكن يعملوها لو ما حوشوهاش. فطبعا طرقت عليا كذا فكرة وانا بعمل
الإزازة، وبحاول ان انا بسجلها في الفيديو، وكنت ناوية اقطع من الفيديو او حتى ما حملهوش، بس قلت ادخله مع روتين النهاردة، بحيث ان هو جزء من الوقت اللي انا اقتطعته من شغل بيتي ومن وقت لولادي، ان انا اعمل بيه اعادة تدوير لحاجة زي كده، حتى لو كانت الفكرة مش قوي، بس يعني كان جزء النهاردة من الحاجات اللي انا عملتها وضيعت فيها وقتي. حتى لو ما عجبتكمش الفكرة، يعني ممكن تفكروا أفكار أحسن من كده، وممكن تعملوها أفضل من كده بكتير، لأن أنا ما كنتش مقتنعة بنفس الفكرة خالص. آه، بعد كده ابتديت ان انا اقفل الازازة مرة تانية. حتى اللي يحب يعمل الفكرة دي ممكن ان هو ما يقطعش الازازة اصلا، يعني ممكن يفتح فتحة في الجنب في الازازة ويبتدي يدخل فيها الفلوس، يعني ممكن تتحط الفلوس من فوق كده من غير ما يقطع الازازة ولا اي حاجة. يعني موضوع ان انا قطعت الازازة يعني مش مجدي ومش عملي. بعد كده لفيت الازازة ببلاستر ملون وقفلتها. هو بس موضوع البلاستر على اساس ان هو يجذب الاطفال ليها ويتشجعوا انهم يحوشوا بيها، وممكن كمان تعلم الاطفال اللي هم لسه صغيرين، اللي هم عدوا مرحلة الرضاعة، انهم عايزين يحوشوا، ممكن تعلموهم وتجذبيهم بحكاية الالوان اللي موجودة في الازازة، وعلى انها خفيفة مفيش اذى منها للاطفال، حتى لو هيلعب بيها ولا يكسرها حتى، فما فيهاش تكلفة ولا أذى ولا أي حاجة. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، واحنا ابتدينا بالتنظيف وعمل الأكل وغسيل المواعين وكمان إعادة التدوير. على فكرة أنا عاملة فيديوهات كتير جدا عن إعادة التدوير في قناتي الحياة بتتغير، أتمنى أنكم تزوروها وتاخدوا الأفكار اللي أنا بقدمها. أنا بعمل إعادة تدوير لأي شيء موجود عندنا، وأي شيء أهملناه أو يشكل عبء على بيتنا بعمل له إعادة تدوير. ويا ريت تزوروا القناة وتعملوا فيها اشتراك، على أساس إن تستفيدوا من الأفكار دي، وحتى لو أفكار مش قوي ممكن حضراتكم تفكروا أفكار أحسن.